بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل كريم البطاطس المذهل، أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتبييضها وتوحيد لونها، وهيكون علاج فعال للبقع الداكنة والتصبغات الجلدية والهالات السوداء، وكمان هيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وآثار حروق الشمس. الوصفة دي هتكون من أفضل الوصفات اللي هتفتح بشرتك في وقت سريع جدا، وكمان هتحافظ على شبابها الدايم. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج للبطاطس، والبطاطس دي بتكون كنز من الفوائد مش لازم تستغني عنها أبدا، لأنها بتكون كفيلة بحل جميع مشاكل بشرتك مهما كانت صعبة. البطاطس بتكون غنية جدا بالنشا الطبيعي اللي بيفتح البشرة، حتى بيفتح البشرة من أول استخدام لأي وصفة يكون فيها البطاطس. كمان هي بتقضي على البقع الداكنة والتصبغات، وبتكون فعالة في التخلص من الهالات السوداء حول العين، من أروع الحاجات اللي بتخلصك نهائيا من الهالات السوداء. لعمل الوصفة هحتاج لحبة متوسطة من البطاطس، وأول خطوة أنا عملتها إن أنا غسلتها كويس وقشرتها، وهبتدي بقى دلوقتي أقطعها لمكعبات صغيرة. قطعت بقى البطاطس لمكعبات صغيرة بالشكل ده. دلوقتي الخلاط، وهبتدي بقى أضيف فيه مكعبات البطاطس. بسم الله. هضيف بقى دلوقتي على مكعبات البطاطس مقدار 3 معالق كبيرة كده من ماء الورد، ولو مش حابة تستخدمي ماء الورد ممكن تستخدمي المية المقطرة أو المية المغلية والمبردة، يعني بتغليها وتسيبها لغاية ما تبرد، دي بس عشان تسهل خلط البطاطس. هبتدي بقى دلوقتي أخلطها كويس جدا لغاية ما تنعم. ده بيكون بقى شكل البطاطس بعد ما خلطتها لمدة كافية. شايفين بقت ناعمة جدا ازاي؟ باستخدام بقى مصفى سلك تكون ضيقة هبتدي بقى أصفي البطاطس عشان أنا محتاجة للعصير بس. وتقدري بقى تعملي الخطوة دي بقطعة من القماش أو الشاش وتعصري البطاطس كويس جدا، دي هتكون أفضل عشان تستخلصي كل كمية عصير البطاطس. ده بيكون بقى شكل كل كمية البطاطس بعد ما صفيتها. والبواقي اللي أنا صفيتها من البطاطس دي أنا مش بتخلص منها لأنها بتكون غنية جدا بالفوائد. دي بتضيفي عليها معلقتين من الحليب وتستخدميها كمقشر أو كسكراب للوجه وكامل الجسم، بتفتح البشرة جدا وكمان بترطبها. وكمان تقدري تستخدميها كمنظف قبل استخدام الوصفة، هتعمل على تنظيف البشرة وهتساعد إنها تستفيد كويس جدا بالوصفة. عصير البطاطس اللي أنا صفيته ده بقى بسيبه كده في الطبق، مش بحركه نهائيا ولا بقلبه، بسيبه كده لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير، لغاية بس ما بساعد إن نشا البطاطس الطبيعي يترسب في الطبق. وبعد كده نكمل الوصفة. هسيبه بقى كده لمدة 10 دقايق وبعد كده نكمل. بعد بقى ما سبت العصير كده لمدة 10 دقايق، شايفين بقى الجزء الأبيض اللي موجود في أرضية الطبق ده؟ هو ده بقى بيكون النشا الطبيعي بتاع البطاطس اللي اترسب، هو ده اللي أنا محتاجاه. هجيب بقى كده طبق فاضي وهبتدي بقى اصفي فيه كده عصير البطاطس الجزء اللي فوق بس. وبكده بيكون بقى عندي عصير البطاطس، وده نشا البطاطس اللي انا محتاجاه. وعصير البطاطس انا مش هتخلص منه لانه برضو بيكون غني جدا بالفوائد. بتحطيه بقى في علبة وتحفظيه في التلاجة، هيكون صالح للاستخدام لمدة اسبوع. وكل يوم بقى هترشي منه على كامل الوجه، وهتسيبيه لمدة ربع ساعة وبعد كده هتغسليه. ده بيكون مفتح ومرطب هايل للبشرة. كمان تقدري تحطي فيه قطنة وتحطيها على منطقة حول العين او منطقة العين عموما يعني، وتسيبيها لمدة ربع ساعة، برضه هتكون هايلة في التخلص من الهالات السوداء. هجيب بقى دلوقتي نشا البطاطس وهبتدي بقى في عمل الوصفة. هحتاج لجل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده بيكون مرطب هايل للبشرة وبيخلصك من اثار حروق الشمس، كمان بيأخر ظهور علامات تقدم السن. هضيف بقى دلوقتي المكون الاول على نشا البطاطس وهو مقدار معلقتين كده من جل الصبار. المكون بقى اللي هضيفه دلوقتي هتكون معلقة كبيرة من زيت اللبان الذكر، والزيت ده انا عملته قبل كده في القناة بطريقة ناجحة جدا وكمان صحيحة. هسيب لكم لينك الوصفة بتاعته في صندوق الوصف اللي يحب يشوفه. الزيت ده بيكون من أروع الزيوت الطبيعية اللي ممكن تستخدميها لبشرتك، لأنه بيعتبر كولاجين طبيعي للبشرة، بيعمل على شد وتبييض البشرة، وبيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني، هو مقدار معلقة صغيرة كده من زيت اللبان الذكر. بعد بقى ما ضفت كده خلاص كل المكونات مع بعض، هبتدي بقى بخلطها كويس جدا لغاية ما قوامها يبقى كريمي ويتماسك. كل ما هتخلطيها كل ما قوامها هيتماسك وتبقى زي الكريم. في الأول طبعا النشا كده بيكون صلب شوية، بس انت لما تخلطي المكونات مع بعض كل المكونات دي هتدوب تماما. ويفضل كمان لو خلطتيها بالمضرب اليدوي، هيسهل خلط المكونات دي بنتيجة أفضل وفي وقت أسرع. هخلطها بقى كويس جدا. خلطت بقى المكونات بالمضرب اليدوي زي ما قلت، دي هتكون أفضل حاجة ممكن نخلط بيها المكونات. شايفين بقى قوامها بقى كريمي بسرعة جدا بالشكل ده. شايفين نتيجتها هايلة. كل ما هتخلطيها كل ما قوامها هيتماسك وتبقى كريمية بالشكل ده.
ولو لأي سبب بقى كانت سايلة معاكي شوية أو ما تمسكتش يعني ممكن تضيفي كمان معلقة ومعلقتين من جل الصبار. ده بيكون عادي جدا وتخلطيها تديكي القوام الكريمي ده بسرعة جدا. يعني تقدري بقى تتحكمي في قوامها بإضافة جل الصبار. عايزة اوريكم بس قوامها. شايفين بقى قوامها كريمية وناعمة جدا. كمان القوام زي الكريم بالظبط. نتيجتها هايلة. هجيب بقى علبة نضيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهضيف بقى فيها الكريم. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة احتفظ بيه عادي خارج التلاجة هيكون صالح للاستخدام لغاية ما تخلص الكمية كلها. بس يفضل طبعا ان انتي تعملي كمية صغيرة قد اللي انا عملتها وتجدديها بانتظام. ده بيكون افضل عشان تحافظي على صلاحيته وفعالية المكونات. ولو عملتي بقى منه كمية كبيرة يفضل ان انتي تحتفظي بيها في التلاجة. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة يعني لازم تغسلي بشرتك في الأول كويس جدا وتجففيها. وبعد كده تستخدمي بقى عليها الكريم. وكمان يفضل لو استخدمتي بواقي البطاطس اللي احنا صفيناها في الأول بتضيفي عليها زي ما قلت معلقتين من الحليب وتستخدميها على البشرة تفركي بيها البشرة لمدة دقيقتين. وبعد كده بتغسليها بتكون منظف ومفتح هايل. بعد كده بقى هتاخدي من كريم البطاطس وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الإيدين. وكمان تقدري تستخدميه لأي منطقة في الجسم تكون جافة أو داكنة أو فيها تجاعيد أو ترهلات. لأن الكريم ده بيكون فعال جدا في تفتيح أي منطقة تكون داكنة في الجسم. كمان هتركزي على منطقة الجبهة ومنطقة حول الفم وكمان منطقة حول العين. لأن الكريم ده بيكون فعال جدا في التخلص من الهالات السوداء والخطوط الرفيعة. هتدلكي بقى الكريم ده بحركات خفيفة جدا بأطراف أصابع إيديكي لمدة دقيقة ودقيقتين لغاية ما بشرتك بتمتصه تماما. والبشرة بتمتصه بسرعة جدا لأنه بيكون ناعم وبيكون سهل الامتصاص. هتسيبي بقى الكريم ده على البشرة من بالليل لغاية الصبح. فهيكون أفضل وقت لاستخدامه هو بالليل قبل النوم. وده طبعا عشان خلال فترة النوم بشرتك هتستفيد كويس جدا بكل مكوناته وكمان هيكون فعال أكتر. الصبح بقى تغسلي بشرتك الأول بالمية الدافية وبعدها بالمية الباردة. وبعدها ترشي بشرتك بماء الورد أو ممكن ترطبيها بزيت اللوز الحلو. وهتداومي بقى على استخدام الكريم ده بنفس الطريقة دي على البشرة بشكل يومي عشان تاخدي منه أفضل نتيجة. يعني هتستخدميه كل يوم بالليل قبل النوم. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام كريم البطاطس نتايجه هتكون مذهلة حرفيا. الكريم ده بيعتبر معجزة التبييض. لأنه بيكون غني جدا بالنشا الطبيعي اللي بيفتح البشرة. وكمان النتيجة إن شاء الله تلاحظيها من الاستخدام الأول. الكريم ده بيكون من أفضل الكريمات الطبيعية اللي بتفتح البشرة بشكل مذهل في وقت سريع جدا وبأفضل نتيجة. كمان بيكون علاج فعال للبقع الداكنة والتصبغات الجلدية وآثار حروق الشمس. وبيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. وبيحافظ على بشرتك دايما تكون شابة ونضرة. كمان الكريم ده بيكون فعال جدا في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين. لأنه بيحتوي على البطاطس والبطاطس بتكون من أروع المكونات اللي بتخلصك نهائيا من الهالات السوداء. تقدري كمان تستخدميه في منطقة تحت الإبطين وبين الفخذين. ومنطقة الأكواع والركب أو أي منطقة تكون داكنة هيفتحها بنتيجة مذهلة. البطاطس كمان من الحاجات الهايلة في تفتيح المنطقة الحساسة. كريم البطاطس بيكون وصفة سحرية بمعنى الكلمة. وبتكون مزايا بلا حصر لبشرتك. لأنه كمان بيحتوي على خلاصة اللبان الذكر. ودي بتعتبر كولاجين طبيعي لشد وتبييض البشرة وعلاج فعال للتجاعيد والترهلات. فهيفتح بشرتك ويحافظ على شبابها الدايم. وهيرطبها وهيكون علاج فعال لكل عيوب بشرتك. وأتمنى طبعا إن تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.